مساء الخير والورد والبركة عليكم يا رب. النهاردة في البراح حلقة مختلفة لأني مش جاية أعد إنجاز ولا أقدم CV، لكن جاية أقول ورا كل قصة نجاح إنسان بيتلخبط وبيغلط وبيتعلم وبينجح، ولما بيعمل إنجاز بيقول لنفسه هو المفروض أفرح ولا أدخل أنام. تعالوا نسمع قصة يمكن تشبهنا النهاردة في البراح، حلقة حقيقية وصادقة. سيبنا بقى من الألقاب، اوكي. النهاردة دي فرصتي. هو أنا عايزة أعرف قبل ما نتكلم في أي حاجة، اوكي. أنت ليه سميت البرنامج في البراح؟ البراح بالنسبة لي إن أنا أبقى واقف في نقطة في المنتصف وحواليا من جميع الاتجاهات انفينيتي في مم. كل حاجة. يعني أبقى واقف في نقطة وحواليا براح في كل حاجة. وإيه معنى البراح بقى؟ البراح بالنسبة لي هو المساحة الواسعة الكبيرة اللي أنا لسه ما رحتلهاش، يعني اللي أنا لسه ما رحتلهاش أو ترددي لسه ما رحلهاش، فأنا عاوز أروح لها مع ضيوفي. طب ليه بدأت من غير ما تعمل تعريف واضح لنفسك؟ يعني في الأول قبل ما تبتدي مع الضيوف. الحقيقة أنا خطواتي متأخرة شوية، يعني أنا معترف بده، ده problem عندي كبيرة. أنا خطواتي شوية متأخرة. البراح ده أصلًا فكرته كانت موجودة من سنتين، وكنت باعمل branding مع صديق ليّا اسمه عبد الرحمن، وكنا قاعدين بنختار الاسم، وكنا هنعمل بودكاست ده من سنتين. مم. طبعًا أنا كالعادة قعدت أفكر كتير جدًا وما خدتش الخطوة، لحد في يوم صديقة ليّا اسمها أميمة كانت معايا في أول حلقة في البرنامج، كلمتني قالت لي: "أنا عايزة أعمل بودكاست." قُلت لها: "برافو هايل." قالت لي: "بس عايزة أنت اللي تقدمه لي." قُلت لها: "هو أنتِ حد قال لِك إن أنا عاوزة أعمل بودكاست؟" قالت لي: "لأ." قُلت لها: "أنا هاعمل بودكاست، أنا عندي الفكرة وعندي الاسم وعندي كل حاجة." قالت لي: "طب أوكي أنا معاك ويالّا بينا." أنا طبعًا قُلت لها: "يالّا بينا." على أساس إن أنا إيه، هاسوِّف. مم. فلقيتها بتكلمني تقول لي: "إن شاء الله التصوير يوم الأربع بعد بُكرة." قُلت لها: "ما عنديش مُخرج، ما عنديش location، ما عنديش." قالت لي: "لا، لا، لأ، كل ده أنا موضّباه." وهي اللي أنتجت أول حلقة فعلًا في البرنامج، ورُحنا، بس صوّرناها بقى كانت يعني إيه، مش زي ما بنرتّب دلوقتي. مم. فطلع بقى الزاوية بتاعتنا كبيرة وصوّرنا material كتير جدًا، جدًا، جدًا. مم. أنا الحلقة دي اتظلمت، وإن شاء الله إحنا موعدين أميمة أنا وإسلام إن إحنا هنعمل لها حلقة تانية تعويضًا للحلقة الأولى اللي هي عملتها. إن شاء الله. مين محمد؟ أنا محمد زايد، إنسان زي كل الناس، اتعلّمت واتخرّجت واشتغلت وعِشت حياة لحد لمّا بدأت إن أنا أواجه نَفْسي الحقيقية بعد فترة. إحنا عرفنا محمد في البراح. إمم. طيب أنت كنت فين قبلها؟ قبلها إمتى؟ قبل البراح. أنا أصلًا خرّيج information technology وباشتغل من وأنا صغير في شركة ملاحة، بقيت مدير قسم العمليات من وأنا سِنّي صغير جدًا. إمم. شغلانة صعبة، مطلوب 24 ساعة فيها، ما عنديش وقت خالص، على طول hard work، تليفونات، متابعة، إيميلات، على طول، على طول، على طول، على طول. اتجوزت وخلّفت وعايش زي بقية الناس عادي، لحد لمّا اتعرّضت لأزمات في حياتي، وبدأت إن أنا فعلًا أشتغل على نفسي. إمم. إمتى بدأت رحلة الcoaching؟ هو أنا الحقيقة قبل الcoaching كنت healer، كنت master healer وكنت فعلًا باشتغل، وكان عندي الclasses بتاعتي. وقبل الhealing برضه أنا كنت في حتّة تانية خالص، كنت قبل الكورونا أخدت الكورس براناياما اللي هو التنفسات، وبعدين خدت كورس تأمُّل، وبعدين بدأت رحلة إن أنا الhealing، واتعلّمت بعد كده الhealing من أكتر من مدرسة، وبعد كده رُحت الcoaching. هو أنا رُحت الcoaching لسبب إن أنا بقيت في جلسات العلاج الhealing يعني الhealing energy بدأت الناس تتكلّم معايا. يعني وصلنا لدرجة براح أو مساحة إن الناس فعلًا بدأت تتكلم معايا، وبدأوا إن هم يحكوا لي مشاكل حقيقية، بس أنا الحقيقة لقيت نفسي إن أنا مش باجاوب بqualification مرتفعة جدًا، فبدأت إن أنا أدوّر على حاجة تانية تعلّي الqualification بتاعتي، فاتعلمت الcoaching ودخلت الcoaching بعد كده لحد لمّا وصلت بقيت awareness life coach من جامعة دولية.
والشفاء الطاقي. الشفاء الطاقي اللي هو الhealing energy. الhealing energy الحقيقة هو الطريق ده كله أنا ما اخترتوش خالص. يعني إمم. أنا الطريق ده سبحان الله، يعني أنا النهارده لو باحلل الموضوع، الطريق ده هو اترتب لي، دي خطة إلهية سبحان أنا الله. مشيت فيها. إمم. يعني الطريق هو اللي اختارني فعلًا، أنا مش باقول كده عشان برنامج، دي حقيقة. أنا عمري ما كنت أفكر أعمل حاجة زي كده، ولا أصلًا كنت مقتنع بالhealing ده من قبل لمّا أدخله أساسًا. لإن أنا شخص عقلي جدًا، يعني بافكر، باحب أمسك الحاجات بإيديّا إمم. على الأرض، لإن إمم. باشتغل من وأنا صغير. كل حاجة عندي سبب ونتيجة، إمم. ما فيش هزار في الحاجات دي. فبدأت إن أنا رحلة الhealing الحقيقة اللي ودّاني الhealing إن أنا كان عندي صديقة كان عندها كانسر مرحلة متقدمة جدًا في القولون، إمم. الله يرحمها. بس إمم. هي أنا وعدتها قبل لمّا تموت إن أنا مش هاقول اسمها في أي حاجة خالص، هي طلبت ده. قالت لي كانت داخلة الكيماوي خلاص، يعني هي كانت إمم. واصلة لمرحلة إن هي داخلة خلاص الكيماوي. قالت لي: "بُص، في طِب بديل وأنا رايحة آخد كورس، وأنت الشخص الوحيد اللي أنا عاوزاه ييجي معايا." إمم. قُلت لها: "يا شيخة طِب بديل إيه وبتاع إيه اللي أنتِ بتقوليه ده، إحنا هنهزر بقى، لازم تروحي وتعملي الجلسات بتاعتِك." وبدأوا من الناس يكلموني إن أنا أقنعها إن هي تروح الكيمو. إمم. أنا أصلًا مش مقتنع إن هي كانت تروح الكيمو، لإن كانت حالتها متطورة جدًا، فما كانتش هتبقى في حالة كويسة يعني. فبقيت مش عارف أقنعها والّا أروح معاها، قالت لي: "عشان خاطري." وأقنعتني وقالت لي: "هادفع لك الكورس." قُلت لها: "لأ مش مشكلة." فرُحت معاها، طبعًا أنا رايح بقى باهزر ورايح fun بقى وكان الكورس 3 أيام. فرُحت معاها، أول يوم دخلت المُعلِّمة قابلتني بتسألنا كُلّنا: "أنتم جايين ليه؟" قعدت أهرّج قُلت لها: "أنا جاي أهزر، أنا جاي بس معاها عشان هي طلبت إن أنا آجي معاها." فبصّت لي كده قالت لي: "هنتكلّم بُكرة في النقطة دي، هاسألك السؤال ده تاني بُكرة." إمم. المهم بعد لمّا خلّصنا أول يوم واتعرّفنا والمجموعة كُلّها كانت لطيفة، أول يوم ادّتني practice كده تمرين أعمله لمّا أروّح. إمم. لمّا روّحت وبدأت إن أنا أعمل التمرين، حسّيت I feel يعني something، يعني في حاجة موجودة جوّايا بدأت فعلًا تتحرّك. إمم. فبدأت إن أنا أستغرب، يعني بدأت ألمس النتيجة اللي أنا طول عمري باقول إن هي مش موجودة، بدأت أحس بجسمي. إمم. فتاني يوم رُحت قالت لي: "إيه الأخبار؟ أنت جاي الكورس ليه؟" قُلت لها: "هاجاوب آخر يوم." يعني إمم. برضه بادّي نَفْسي آه. time إن أنا أقول أنا جاي أهزر. المهم أخدنا التمرين أكتر تالت يوم، تمرين أطول. رجعت فقُلت لها: "لأ الموضوع فعلًا يستحق." وهي كان عندها حق. فقالت لي: "أنت هتبقى معالج شاطر جدًا، وبُكرة أنا هاقول لك وهافكّرك." إمم. وإحنا لحد دلوقتي أصحاب، وخدت معاها كذا كورس. وبعد كده بقى بدأت أدخل في مدارس مختلفة من مدارس الطاقة. دخلت بعد كده مدرسة الAccess Bars، هي مدرسة أمريكية. وبعد كده درست Theta Healing، برضه مدرسة أمريكية. وبعدين رُحت بقى المدرسة اللي أنا فيها حاليًا، هي مدرسة الPranic Healing. أخدت فيها حاليًا في الlevel المتقدم، وإن شاء الله مكمّل فيها كمان. إن شاء الله. وخدت Crystal Healing برضه. إيه أكتر لحظة انكسار غيّرت حياة محمد؟ آمم هم مش لحظة واحدة، هم أكتر من لحظة. هو أنا أقدر أقول لِك إن أنا مدمن نجاح، والنجاح عندي هو اللي كان بيثبت لي إن أنا عندي قيمة. إمم. يعني أنا كنت لمّا كنت أعمل أي إنجاز أو نجاح، كنت باحس بقيمتي. بس إمم. القيمة اللي أنا كنت باحسها كانت بتبقى وقتية جدًا، يعني مش كبيرة، يعني بتبقى لحظات صغيرة أوي. لحد لمّا اتعرّضت لحاجة ما ينفعش إن أنا أنجح فيها، اللي إمم. هو تحدي المرض والموت. بابا الله يرحمه كان مُصاب بالكانسر، إمم. وطلب إن هو كان عنده كانسر صعب شوية في العضم، وطلب إن هو ما يتعالجش، وقال مش عايز أي حد يشوفني ولا يقعد معايا غير محمد. والحقيقة أصحاب الشغل كانوا ناس كريمة جدًا وسمحوا لي إن أنا أقعد معاه وأرعاه في فترة المرض بتاعته. فأنا كنت باشوف قدّامي الجسم بينهار والروح موجودة، يعني الروح موجودة والجسم بينهار خالص. المهم بابا توفى، وبعد فترة ماما، يعني بعد فترة قصيرة جدًا ماما توفت بفشل كلوي. إمم. فساعتها بقى اتعرضت لأزمة كبيرة، هي أزمة الفقد. اتعرضت أتمنى لأزمة لي. الفقد، واتعرضت كمان
لدرس صعب هو الشك. إمم. شكيت في كل حاجة حواليّا، بقيت باعمل كل حاجة extreme، بقيت باتمرّن extreme، أعمل تاتوهات، أتعلّم dancing، آآ كنت باقف كل يوم على الميزان أشوف وزني زاد قد إيه، إمم. جدولي كان مترتب ميعاد class الدانس إمتى، class اليوجا إمتى، التمرين إمتى، كنت ماشي بخطة زمنية مدروسة، كل حاجة فيها مضبوطة، لكن ما كنتش سعيد، يعني إمم. كان جوايا ما كانش سعيد خالص. فأنا طبعًا enough إن أنا أقرر إن أنا أروح لدكتور نفسي، الفترة دي رُحت لدكتورة نفسية، فأول ما دخلت لها ما سمعتنيش كتير الحقيقة، إمم. وراحت قالت لي سمعتني كده شوية وراحت كتبت روشتة، ما ردِّتش عليَّ، آه. قالت لي: "دي حالة اكتئاب واضحة وأنت عندك اكتئاب." كتبت لي 2 مضاد للاكتئاب. أنا قُلت لها: "أنا جاي لِك راكب موتوسيكل وجاي لِك من التمرين وقبل التمرين كنت في الشغل، إزاي أنا عندي اكتئاب؟" قالت لي: "أنا تشخيص الحالة عندي إن أنت عندك اكتئاب." إمم. فنزلت وقررت إن أنا مش هاخد الدوا وإن أنا هاشوف حل تاني غير ال العلاج الطبّي. إمم. بدأت إن أنا أبحث، دخلت بعد كده أخدت كورس مهم جدًا، هو كان كورس الcoaching الأولاني خالص، واتعرّفت فيه على المُعلِّمة بتاعتي اللي ساعدتني إن أنا أتعالج من الموضوع ده، بس هي عالجتني بطريقة إمم. مش منظّمة، يعني مش ما فهّمتنيش إحنا هنعمل إيه. هتعمل إيه؟ آه. هي طبعًا دكتور ياسمين جمال، إمم. وبدأت إن هي تعرّفني أنا مين. إمم. مين محمد، إيه نقط الضعف في شخصية محمد، إيه نقط القوة في شخصية محمد، محمد بيحزن إزاي، بيفرح إزاي، بينجح إزاي، بيحب إزاي، بيكره إزاي. فالحقيقة لمّا ده حصل أنا بدأت أتعرّف على نفسي من أول وجديد، يعني كأن مرحلة جديدة خالص أنا دخلتها، إمم. يعني كأن اللي فات ده كلّه حاجة تانية خالص مختلفة غير اللي أنا اكتشفت إن أنا ممكن إن أنا أتوجع، ممكن إن أنا أطلب المساعدة، إمم. ممكن إن أنا أقول إن أنا النهارده مش قادر أشتغل، أنا محتاج أنام، آآ أنا تعبان، كل ده أنا ما كنتش باقوله طبعًا، إمم. لإن كنت باجي على نفسي وباشتغل وباطلع وبانزل وباروح وباجي، ما كنتش أبدًا باعترف إن أنا عندي تعب أو إن أنا عندي ألم، لحد بعد كده عملت معايا process قوي جدًا هو process الحضور، كان المرّة الأولى، إمم. وبدأت إن أنا أحرّر ترومات الطفل الداخلي من جوايا، وهي كانت ترومات صعبة جدًا، والنمط الشخصية بتاعي أنا يبقى صعب عليه جدًا يعمل حضور. إمم. والحضور أنا كنت عاملينه في الشتا، وإسكندرية فيها شتا نوّات شديدة جدًا، كنت باروح الشيخ زايد كل أسبوع أسلِّم الأسبوع بتاعي وأرجع تاني، فكان صعب، 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 صعب يعني. لحد لمّا جينا الأسبوع السادس، أنا قررت إن أنا مش هاكمّل وبقيت أهرب. إمم. فهي استدعتني واتكلمت معايا وقالت لي: "حرام نضيّع مجهود ال6 أسابيع اللي فاتوا." إمم. وخدتني برضه بشويش، لإن هي بتعرف تتعامل معايا الحقيقة. خدتني بشويش، بشويش، طب يالّا نكمّل، طب يالّا. معلش نيجي على نفسنا، ولحد لمّا كمّلت الحضور الأول، وبدأت إن أنا أدخل مرحلة جديدة في حياتي وهي مرحلة الحضور إمم. وإمتى فهمت إن جسمك بيبعت رسايل مش بيحاربك في الحضور. في الحضور؟ يعني بدأ لمّا في الحضور أنا أصلًا ما كنتش باحس بجسمي أوي يعني، أنا كنت ممكن مثلًا أحس إن أنا عندي مشكلة في معدتي بسبب القولون العصبي، كنت باخد المُسكّن وخلاص، إمم. لكن ما كنتش باقعد أسمع الألم. طب إيه الفرق بين إنك تبقى كويس وإنك تبقى صاحي؟ إن أنا أبقى كويس إن أنا زي ما قُلت لِك قبل كده إن أنا أحس بجسمي، أفهم الألم بتاعي، أفهم وجعي، اهم. أعترف بيه، لمّا أحب إن أنا مثلًا أتحضن أطلب الحضن، أحس إن أنا عندي مشكلة، أقول أنا عندي مشكلة، لكن إن أنا أبقى صاحي إن أنا أبقى حاضر مع نفسي في كل المواقف. طب إزاي سقطت من عندك صورة إني لازم أبقى كويس، لازم أبقى قوي دايمًا، يعني دايمًا أبقى كويس، دايمًا أبقى قوي، إزاي؟ الحقيقة دي في الحضور لمّا قررته بعد سنة كان في الحضور التاني، إمم. إن أنا بدأت أواجه محمد المراهق، إمم. فمحمد المراهق مدمن نجاح، مدمن إنجازات، بيعمل حاجات كتيرة جدًا، جدًا عشان يتشاف.
إمم. يعني كنت باعمل المستحيل عشان أتشاف. إمم. فبدأت إن أنا أفهم لأ أنا مش هنا. طب وجِه عليك وقت كنت بتساعد الناس وأنت محتاج تتشاف؟ آه طبعًا، في الأول. يعني في الأول كان ممكن آجي على نفسي وأنا تعبان وأنزل وأعمل الsession بتاعتي وأنا تعبان جدًا وجاي من الشغل تعبان ومُرهق أوي، إمم. أنزل آخد العدة بتاعتي والشنطة بتاعتي وأروح وأعمل الclass بتاعي وكنت بارجع ميت. إمم. دلوقتي أنا لا يمكن أعمل كده، مش هانزل أروح session أو class أو أقابل حد إلا وأنا مستعد إن أنا أعمل كده. آآ الدور الروح والذكر في تثبيتك وقت الضيق إمم. كان إيه؟ أنا حابب برضه أتكلم هنا يعني شوية بمفهوم. أنا لمّا اتعرّضت لمرحلة الشك، أنا كنت شاكك أصلًا في المفاهيم اللي موجودة في دماغي من ناحية الدين. إمم. يعني أنا يعني أنا صادق كفاية إن أنا أقول ده يعني مش باتكسف. فقعدت فترة في الموضوع ده حوالي سنة أو سنة ونُص. هي دي كان ليها علاقة بتربية؟ يعني زي ما إحنا طلعنا على مفاهيم معيّنة في الدين والّا كلنا أنت طلعنا على مفاهيم معيّنة، بس الحقيقة يعني بابا الله يرحمه كان إمم. بيسيب لنا مساحة حرة إن كل واحد يختار اللي هو عاوزه. إمم. فهو مثلًا كانت أختي مثلًا الكبيرة متدينة جدًا، محمد لأ، فما فيش مشكلة، هو حُر إمم. يختار إمم. اللي هو عاوزه. بس أنا كان جوايا فطرة إن ربنا موجود. يعني أنا إمم. ما أقدرش إن أنا ألغي الفكرة دي من دماغي completely يعني، إمم. لكن أنا كان عندي شَك في حاجات. لحد مرّة حضرت meditation في مدرسة الpranic healing، فمستر شوا بيقول في الmeditation مكان الشَك يكون الإيمان. إمم. فمكان الشَك يكون الإيمان، أنا جسمي كلّه بقى يتنفض، وكان عندي دموع مش طبيعية، وكنت في حالة صعبة جدًا، جدًا، جدًا في الmeditation ده. أنا فاكره وفاكر اليوم وفاكر كل حاجة. كنت عامل 3 كلاسات إمم. والclass ده كان بيقدّمه واحد غيري وما كانش حد موجود، فأنا دخلت عشان أحضر معاه عشان الclass يتملى. تمام. راح قايل الmeditation فأنا انهارت جوّه الmeditation. إمم. فاللحظة دي أعتقد إن أنا بدأت إن أنا أرجع تاني لمرحلة الإيمان. بس الإيمان لمّا أنا رجعت للإيمان، ما كانش الإيمان بالطريقة التقليدية اللي إحنا متعودين عليها. يعني إمم. زمان مثلًا لمّا كنت أحب إن أنا أقرّب، كنت باقوم أتوضّى وأصلّي، أتصدّق، الحاجات اللي هي الأساسيات. إمم. لكن دلوقتي على طول يعني هاقولها لِك بsimple يعني، إن أنا مثلًا ربنا قرّب إلينا من حبل الوريد، أوكي، إمم. فأنا باحاول دايمًا إن أنا أكون حاسس بده، فاهمه، إمم. مستشعره، متذوقه إمم. في كل لحظة في حياتي، حتى في اللحظات الصعبة، في اللحظات الحلوة، في اللحظات العادية، باحاول إن أنا أتذوق المعنى ده وأبقى جواه، إمم. لأن دي الحقيقة الوحيدة اللي إحنا عايشين عشانها. لو حد بيسمعك دلوقتي وهو في القاعة تقول له إيه؟ أقول له قُل يا رب وقوم ونَفْسك محتاجة لك أكتر من أي حد تاني. إيه المرحلة اللي جاية بالنسبة لمحمد؟ ما بافكّرش فيها أوي، أنا حاليًا في اللحظة الحالية، أنا دلوقتي باصوّر معاكِ podcast في الفرح، أنا الضيف النهارده مش فرصتي. بُكرة باسيبه لبُكرة، عندي خطة في دماغي، عندي plan، بس يمكن أكتر حاجة أنا بافكّر فيها النهارده إن أنا أخلّي البراح جوّايا أنا. لو أنا النهارده client وحاسة بضغوط و ومشاكل كده في الحياة، وجيت لك، تساعدني إزاي؟ أول حاجة خالص هو أنا هامشي يعني هاتّفق معاكِ إن إحنا هنمشي مع بعض رحلة أو process، إحنا مش هنيجي نعمل جلسة وهنمشي. إمم. إحنا هنمشي مع بعض process وأنتِ ليكِ النتيجة في الآخر بعد لمّا نخلّص خالص. إمم. أول حاجة هاعرّفِك بنَفْسِك، إمم. أنتِ مين، إيه الرذيلة اللي عندِك، الego بتاعِك بيضغط عليكِ فين، الego اللي هو النَفْس إمم. بتضغط عليكِ فين، بتودّيكِ لأسوأ نقطة جواكِ إزاي. هابدأ إن أنا أتكلّم معاكِ أفهّمِك نَفْسِك، أعرّفِك مثلًا إيه نوعية الأكل اللي تناسبِك، إيه نوعية الlifestyle اللي أنتِ ممكن تعيشي فيه، تتنفّسي إزاي، تعملي meditation إزاي. هافهّمِك مثلًا أسلوب الجنس الsexual life،
هابدأ إن أنا أعرّفها لِك، عشان لو أنتِ مثلًا أو أي حد عايش lifestyle في sexual life مع الشريك يعني مش مناسب ليه، هابدأ إن أنا أفهّمِك إيه اللي يناسبِك وإيه الحاجات اللي تكون مريحة بالنسبة لِك، ده حسب النمط الشخصية بتاعِك، يعني ده علم أنا ما بألّفش، أنا بابقى ماشي بprotocol علاجي بطريقة معيّنة، coaching حسب نظريات وحسب مدرسة أنا بانتمي إليها هي مدرسة الEnneagram. اهم. بس مدرسة الإنياجرام إحنا عدّينا بيها من مجرّد إن إحنا بنعرّف نمط الشخصية السلوكي، إحنا فهمنا فيها حاجات كتيرة جدًا في كل حاجة جواها، فأنا هابدأ إن أنا أنقلِك لده، هابدأ إن أنا بعد كده أعمل معاكِ توازن الذكورة والأنوثة، هابدأ بعد كده أعمل لِك الحضور وهكذا، هامشي معاكِ نفس الprocess اللي أنا مشيتها ويمكن أكتر كمان، وعايز برضه أفهّم حضرتِك حاجة، إن أنا ما باعملش حاجة مع أي client إلا لمّا أنا باجرّبها الأول، إمم. يعني أنا قبل لمّا أنزل أعمل لحد جلسة healing أنا بابقى عاملها على نَفْسي، وعارف إيه تأثيرها، قبل لمّا باعمل لحد meditation بابقى أنا مجرّبه الأول كذا مرّة، قبل لمّا أدخل في process مع حد أنا بابقى مرّيت بالprocess ده، يعني أنا بابقى مختبر اللي أنا باعمله، أنا إمم. ما بانزلش أخلّص الكورس وأطبّقه، لأ، في ناس بتاخد الكورس وبتطبّقه. ما هو أنا لسه كنت عايزة أسألك، هو بيفرق من إني أنا أروح أدرس كورس، ما أنا ممكن أروح أدرس كورس وأعالج، ممكن طبعًا، دي نظرية، دي إيه الفرق ده بقى؟ أسلوب في العلاج إن المعالج أو الcoach بياخد course وبينزل يشتغله بالورقة والقلم بالخطوات مضبوطة، تمام. وبيحصل النتايج، إمم. لكن أنا باحب أجرّب ده على نفسي أول أشوف هيعمل إيه، ممكن يعمل error في حتة، فاغيّر الحتة دي وأبدّلها في حتة تانية، لإن كمان أنا باختبر الاختبارات طاقيًا وباشوف هتقدر تساعد العميل اللي قدّامي إزاي من آه. خلفيتي أنا كمعالج بالطاقة، إمم. يعني باشوف ده هنا ممكن مثلًا يعمل عند شهيرة كذا، إمم. طب أغيّره أخلّيه كذا مكان كذا. لإن أنا معايا علم مَرِن بيساعدني إن أنا أتحرّك بحرية شديدة جدًا، وأقدر إن أنا أعمل حاجة كبيرة جدًا على scale كبير أوي، إمم. فعشان كده باقول لِك أنا مش بتاع نعمل جلسة ونمشي، بس برضه مش بتاع إن إحنا نلزق في بعض، يعني في إمم. coaches بيفضل الcoach لازق في قفا العميلة أو العميل، ما آه. بيسيبوش، لأ أنا باكون مجرّد رحلة في حياة أي عميل أو أي client وبعد كده إحنا بابقى مُرشِد ليه في أي فترة في حياته هو حابب إن هو يرجع لي، يعني إمم. أنا مثلًا عندي عُملا خلّصت معاهم حاجات كتير، إمم. وبدأ يبقى عندهم lifestyle معيّن ماشيين عليه، إمم. بيرجعوا لي بس في أوقات يحصل فيها حدث ضخم، ألم ظهر لهم فجأة، إمم. ساعتها بقى بيرجعوا لمحمد وبنتكلم وبنحكي، بابقى أنا عارف عندي الحالة الrecord بتاعها، بنتكلم وبنعالج الموضوع وبنتكلم فيه، يعني بيبقى ساعتها دي ممكن تبقى بعد 1 session أو 2 session. طيب وفي في بعض الأحيان كده في رحلة التعافي أو العلاج، إمم. الرحلة دي بيقفوا في النُص ويزهقوا، أو إيه ده، يبُصّوا ورا كده، إيه ده؟ هو ده بيحصل. وأنا حصل معايا ده مع عميلة مهمة، هي هربت منّي، يعني هي ما رجعتش؟ لأ رجعت. هي هربت منّي فعلًا، لإن هي كانت مجرّبة حاجات كتير قبل لمّا تقابلني، أها. فما كانتش حاسة إن الموضوع إيه، كانت ده بيهجّص بقى، ده اختبارات إيه اللي أنا هادخل أعملها، ده إمم. اعطيني اختبار طويل، ده أنا هاقعد أعمل كل ده، طب أنا إيه هاخده على قد عقله ومش عارف وكذا، 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 وكذا. إمم. أول ما اديت لها مثلًا عالجتها بطريقة التأمُّل في الأول، اديت لها تأمُّل يخصها هي، يعني صممته مخصوص ليها إمم. حسب نمط شخصيتها، إمم. واديته لها مارسته 3، 4 أيام، جالها حالة انهيار وعياط وكذا، 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 اختفت، إمم. سألت عليها بعد يومين، مش موجودة، فسِبتها، هي رحلتها يعني في الأول وفي الآخر أنا مجرد وسيط يعني، إمم. لقيتها بعد فترة باعتة لي وقالت لي: "فعلًا أنا كنت باهرب، لإن أنا فعلًا حسيت بالألم واتألمت، بس أنا عاوزة أكمّل." وفعلًا كمّلت. هو حضرتك دلوقتي كنت بتقول إني هي عملت لها تأمُّل ليها، يعني ده معناه إن يعني مش اللي هو أي حد بيدخل في أي تأمُّل. لأ، هو عندنا كذا نوع من أنواع التأمُّل، في التأمُّلات الجماعية اللي إحنا مثلًا بنعملها
بنعمل مشاركات للسلام وللحب وبنبارك مثلًا الأرض بالخير بالأمان وكذا، وبنطلب من ربنا الرعاية والحماية وكل حاجة، ده تمام، ده تأملات جماعية بتتعمل في مدارس الطاقة كلها. إمم. لكن في تأمل اسمه تأمل متخصص، تأمل علاجي. آه. ده مثلًا بيتعمل لكل واحد حسب نمط الشخصية بتاعته، إمم. بيتصمم له script مخصوص، وبيتعمل ليه مخصوص حسب نمط شخصيته. يعني إمم. مثلًا لو حد الرذيلة بتاعته عنده هي الغضب، بيبقى التأمل بتاعه بيخاطب الغضب بتاعه. آه. ما ينفعش مثلًا أروح مودّيه لحد عنده قلق، هيبقى هنا في مشكلة. فكل إمم. واحد أنا حسب طبعًا ما بنعمل الreport وبتعمل اختبار وبتمُر بالخطوات، إمم. بنبدأ نحدد هي محتاجة إيه، وإيه اللي يناسبها، وإيه كذا، 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 وبابدأ أسألها بقى من مجموعة أسئلة إمم. عشان أختار الحاجات جوّه التأمل اللي تناسبها. يعني إمم. مثلًا لو أنا قُلت لِك مثلًا تعالي نروح على البحر وأنتِ مثلًا عندِك تروما من المَيّة ده حقيقي. أيوه. فأنا باقعد بقى أسألِك إيه اللي يناسبِك، إيه الحاجة اللي أنتِ بتحبيها، اللون المفضل ممكن مثلًا أستدعي لون إمم. جوّه التأمل، يكون اللون ده مثلًا بيفكّرها بطرحة ماما اللي كانت لابساها قبل لمّا مثلًا يعني، إمم. فتروح هي كل التأمل مش هيشتغل أصلًا، هي هتروح لطرحة ماما ما هو بالضبط لإن آه. العقل اللاواعي بيروح لأكتر منطقة بيتطمن فيها، إمم. اللي هو متعوّد عليها، بالضبط. فأنا باودّيه لمنطقة هو مش متعوّد عليها، إمم. باعمل له trigger بس بشويش. إمم. فلازم أودّيه لمنطقة مريحة بالنسبة له، بس أبدأ إن أنا أخاطبه بشويش كإنه بيبي، وأتعامل معاه بالراحة، وأدّي له الخطوات 1، 2، 3 كذا، 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 كذا. إمم. بتمشي على التأمُّل ده بقى حسب المدة اللي أنا باحددها ليها، ونبدأ نشتغل. وبعد رحلة التعافي، هي رحلة التعافي بتنتهي؟ لأ ما بتنتهيش لحد لمّا بنموت، "ونفسٍ وما سواها." إمم. أنتِ ربنا ادّاكِ نَفْس جاية الحياة عشان تزكّيها. أول حاجة إن أنتِ تخلّصيها من رذايلها، إمم. وبتفضلي بقى ماشية في الprocess بتاعِك، طول ما أنتِ عايشة بتسعي إمم. لتزكية هذه النَفْس. وقت لمّا ما أنتِ ما تزكّيش النَفْس بتاعتِك، أنتِ هنا وقعتِ خلاص في الجانب التاني. وفي حد ممكن يرجع؟ ممكن آه، يعني ممكن يرجع تاني للنقطة دي؟ حسب الego بتاعه نَفْسه، إمم. وحسب صدقه ونيّته في البداية. إمم. يعني لو هو نيّته إن هو يبقى كويس، ويبقى طالب الخير، ويبقى طالب من ربنا المساعدة بشكل حقيقي، مش إمم. هيرجع طبعًا، لإن إمم. ربنا هيدّي له على قد النيّة اللي هو كان حاططها. داخل الموضوع عشان يعمل حاجة معيّنة، يصلّح شوية حاجات عشان يوصل لحاجة تانية، هو هنا عمل لنَفْسه plan، ما إمم. دخّلش ربنا في المعادلة، فهيلبس. طيب جيت ودخلت الرحلة ورجعت تاني، بعد كده ال كcoach أو healer بيفضل معايا؟ يعني آه بيفضل موجود. والّا أنا بتدّيني يعني بتفتح لي طريق؟ أنا بافتح لِك الطريق وأنتِ بتمشي معايا فيه. إمم. حابة تخرجي في أي وقت، دي بتاعتِك وبحريتِك الشخصية، إحنا مش إمم. قابضين عليكِ. يعني أي وقت حابة تخرجي بتخرجي. إمم. الطريق خلاص بقى قدامِك مفتوح. ممكن في وقت من الأوقات محمد ما بقاش مناسب ليّا، أنا هاروح لحد تاني، إمم. حقِّك. هابدأ يعني إن أنت أنا أعتمد على بتأهّلني نفسي. للخطوات اللي آه، تخلّيني أمشي لوحدي. وباعرّفِك تختاري إزاي بعدي. طب توضّحها؟ يعني الوقت السوشيال ميديا مليانة حاجات غريبة جدًا، بالضبط. وناس بتقول كلام هبد كتير جدًا، إمم. وغير اللي إحنا اتعلمناه خالص. والناس بقت كلّها فتّاية وبتسمع، والناس بقت بتعمل تأمُّلات لنفسها، ما هو ومودّيين بالضبط. نفسهم في 60 داهية. إمم. تمام، إمم. حلو أوي. أنا باعلّمِك إمتى تعرفي إزاي تستقبلي المنتج اللي يناسبِك، آه. يعني أعرف أفرّق. تعرفي تفرّقي آه. ما بين العاطل والباطل والصح والغلط. وأحيانًا بيرجع لي عُملا، أنا ما باشتغلش مع عُملا كتير أوي للدرجة يعني، أنا عندي العُملا بتوعي يعني شوية لإني باشتغل معاهم فترات طويلة، فباخد عميل كل فترة. آآ بعد كده هو بيرجع يسألني: "ده إيه رأيك في الموضوع ده؟" إمم. باقول له: "رأيي." يقول لي: "طب أنا عندي رأي تاني." أقول له: "اسمعه." ممكن هو يدّيني معلومة أنا ما أعرفهاش، فنتشارك المعلومات. إمم. ساعتها إحنا بنكون في صداقة وفي relation تسمح لنا إن إحنا نتناقش بشكل مفتوح. يعني نقدر نقول إن هي بتبقى رحلة تطوّر ما بين العميل وما بين طبعًا الcoach. أنا إمم. كل جلسة باعملها أنا باتطوّر، إمم. لإن أنا بابقى حاطط نيّة إن ربنا يساعدني ويساعد معايا العميل بتاعي. إمم. فكل لمّا أنا بامشي مع العميل بتاعي خطوة، ربنا بييسّر لي إن أنا أمشي الخطوة اللي بعدها.
يعني هي دي هو ده الموضوع، وعلى قد ما أنتِ بتساعدي، بتعملي good karma بتترد لِك، إمم. تقدري تساعدي آخرين وهكذا. كارما. كارما كلمة منتشرة جدًا إمم، على السوشيال ميديا، بس وفي ناس بتخاف منها. أوكي. في كارما كويسة وكارما وحشة؟ آه طبعًا. إيه بقى؟ الكارما هي دين تو دين. دلوقتي يعني باختصار شديد جدًا، آية في القرآن معروفة، دين تو دين. دلوقتي أنا مثلًا قاعد مع حضرتِك ونيتي مثلًا إن أنا أطلع آخد اللقطة وآخد التصويرة وأعمل بودكاست أقول فيه كلام معيّن، عشان أطلع بشكل معيّن، عشان ييجي لي عميل معيّن، هاخد على قد نيتي، هتبقى دي الكارما بتاعتي. لكن أنا سايبها على الله وطالع حاطط النية وقاعد معاكِ باتكلم براحتي، باقول العلوم اللي أنا درستها، باقول النية اللي أنا عايز أحققها، هاخد على قدها. إمم. وهكذا. أنا رايح مثلًا أطلّع صدقة بنية إن أنا فلان الفلاني يشوفني وأنا باطلّع الصدقة، هاخد عليها، أو أنا باعملها في الخفاء عشان خاطر بس بيني وبين ربنا، هاخد عليها، إمم. وهكذا. فأنا كل حد باتعامل معاه بيبقى معايا good karma وbad karma. إمم. أنا بامشي في الgood karma والّا بامشي في الbad karma؟ إمم. طيب أنت شايف الله دلوقتي إزاي؟ لإن أنت قُلت حاجات كتير مع مراحل في حياتك، فأنت النهارده شايف إزاي الله؟ أنا شايف الله إن أنا نفخة من روحه إمم. متجسدة في الأرض، باسعى لتحقيق أوامره ونواهيه بما يتناسب مع فكري ووعيي في اللحظة الحالية. وإيه أحلى ذكر بالنسبة لك أو أقرب ذكر بالنسبة هو لك؟ أنا كل فترة ليّا ذكر معيّن، بس أنا في الفترة دي كلمة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لإن حاسس إن فيها حمد وفيها امتنان وفيها شكر. إيه بقى الفرق بين الامتنان والشكر؟ الامتنان اللي أنتِ بتمتني إلى الله بوعي، إمم. يعني أنتِ بتمتني لله وأنتِ واعية بكل كلمة إن أنتِ بتقوليها، بكل النعم اللي أنتِ مدركاها، إمم. تمام؟ لكن الشكر إن أنا باشكر على الحاجات اللي بتتعمل لي وبابقى لامساها. إمم. لكن مثلًا نعمة زي التنفس، لمّا أنا أمتن لربنا على التنفس، ياه! دي حاجة حلوة أوي. إمم. إن في فترة برضه أنا كمان بدأت أتذوق الكلمات متأخر، إمم. يعني أنا مش عشان كانت حياتي fast food شوية، فبدأت إن أنا أتذوق الكلمات متأخر. كلمة مثلًا زي يا لطيف مثلًا، الله اللطيف، أخدت معايا وقت طويل أوي. يعني الله اللطيف دي عشان إن أنا أتذوقها إمم. واستوعبها واستشعرها، خدت معايا وقت طويل أوي. إمم. تمام، فلمّا أنا أمتن لربنا إن هو علّمني أو فهّمني أو أرشدني إن أنا أفهم الكلمة دي، متخيّلة الفرق بين الامتنان إزاي؟ آه طبعًا. طيب إحنا يعني بالنسبة للجيل اللي طالع، آآ هو مش عايزة أقول بعيد عن ربنا أو الله، يعني أنت عارف طبعًا السوشيال ميديا إمم. وعلى طول في إيديهم التليفون وحتّة القُرب والتربية فيها يعني بُعد شوية. الحقيقة إحنا ظالمين الجيل الجديد، أنا إمم. متفائل جدًا بالجيل الجديد، لمّا بدأت في البراح قابلت نماذج من الجيل الجديد كتيرة، بيتكلّموا عارفين هُم رايحين فين، عارفين إمتى يوقّفوا، عاملين لنَفْسهم حدود. إمم. ويمكن الcast اللي معايا اللي بيصوّر لي البرنامج مثلًا إسلام، إسلام كمان يعني أنا حاسس إن هو راجل كبير، يعني عارف قد كلمته، بييجي في ميعاده، ملتزم. كلّمته مرّة لقيته ما ردّش عليّا وأنا كنت متأخّر، قال لي: "أنا كنت باصلّي." فإحنا ظالمين الجيل الجديد كُلّه لإننا ما بنسمعوش وما بنشوفوش وما إمم. بنتكلّمش معاه، إمم. إحنا حاطّين عليه حُكم، إمم. لكن هُم طالعين في مرحلة فيها تنوير، وإن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله هم الحياة على إيديهم هتبقى أحسن مننا بكتير، لإن إحنا ما اتعلمناش زي ما هم اتعلموا، هم بيقدروا يدوّروا على المعلومة، بيعرفوا يوصلوا لها، إمم. بيعرفوا يشوفوا الكذاب والصادق، ودي إمم. أنا لمستها فيهم جدًا، هو بيبُص لِك بيعرف أنتِ كذابة والّا صادقة، إمم. بفطرته. في طبعًا إلا من رحم ربي، في جيل تاني، في ناس تانية في حتّة تانية ما بيتكلموش كده، لكن هم سبحان الله يعني عندهم قدر كبير جدًا من حدود النفسية، إمم. حاطين لنفسهم حدود نفسية. يعني أنتِ لمّا مثلًا أشتغل مع مراهق ما أقدرش أكلمه في أي وقت، هو بيبقى محدد لي الوقت آه. اللي أكلمه فيه، ما ينفعش أخترقه. إمم. يعني ممكن أخترق حد كبير، أدخل له إزيك وعامل إيه أيوه. وأخبارك، آه. عملت اللي أنا قُلت لك عليه والّا لأ. إمم. لو حد شاب أو مراهق ما يردش عليه إلا في الوقت اللي يناسبه هو.
إمم. إحنا ما اتعلمناش ده إلا متأخر، فهُم عارفين ومحددين كل حاجة، وبعدين الشغل معاهم بيبقى سهل، آه. لإن هُم واعيين أوي، وبياخد منّي المعلومة وبيدوّر عليها، وأنا باحب الناس اللي كده أوي، هم فعلًا يعني ياخد منّي المعلومة اللي أنا باقولها أيوه. له، إمم. يعني مثلًا أقول له اعمل لي اختبار الEnneagram، بيخش يعرف يعني إيه Enneagram، وهو بيعمل الاختبار ليه، إمم. وهو بيعمل فيه إيه، وهو عايز يعمله ليه، وعاوز يوصل لإيه، فبيساعدني، إمم. وهوب، هوب، هوب، هوب مش بياخد معايا وقت. هم عندهم تطوّر، يعني هم عندهم تطوّر. طبعًا، أيوه. آه. وعارفين حدودهم، يعني إمم. هُم عارفين هُم عايزين إيه، يعني مثلًا مش بشكل مش للدرجة دي، يعني مثلًا حد عارف إن هو عايز ياخد فلوس من بابا، إمم. هياخد الفلوس من بابا، إمم. حد نازل يشتغل، عارف هيروح يشتغل إيه وفين، بالضبط. إمم. هُم محددين كمان، ويمكن عشان برضه عندهم العاطفة شوية أقل، إمم. يعني إحنا كانت العاطفة شوية اللي بتحركنا، هُم عندهم بالضبط. العاطفة أقل، مش تايهين زي ما تُهنا، إمم. يعني إحنا في لحظة كده توهان، يعني إحنا تلاقينا كلنا الجيل بتاع حضرتك الجيل الأقل والأقل بيتوهوا، في إمم. لحظات بنتوه في الدنيا، إمم. بنقول ياه! أنا كنت فين في الوقت ده، هُم ما فيش كده، هو عارف إمم. هو فين وبيعمل إيه دلوقتي واللحظة دي هو فين، بالضبط، وحتى لمّا بيحتاج معالج نفسي أو بيحتاج بيروح coach بيروح. وما وما بيتكسفش، بالضبط، وما بيترددش. ولو الأهل رفضوا، يعني إمم. مثلًا ممكن أم تقول له: "هتروح لدكتور نفسي، هو أنت عندك مجنون، هو أنت عندك" إمم. زي الحاجات اللي كنا بنسمعها في المسلسلات أيوه. والأفلام إمم. زمان، وبيروح ما يقولهاش، يعني هو بيروح وبيطلب المساعدة. بالضبط. لإن يعني هو عارف هو عايز هو إيه. عارف هو عاوز إيه، إمم. وعارف بيروح للمعالج إمتى، وبيروح للدكتور النفسي إمتى، إمم. وبيروح هُم فاهمين، إمم. لمّا بتقعدي تتكلمي معاهم، بتطلعي منهم بأفكار كتير، إمم. يعني بتطلعي منهم بأفكار كتير، أنا الصراحة متفائل بيهم أوي، بجد حقيقي أنا متفائل بيهم، إمم. وشايف إن هُم هيعملوا طفرة لمّا يكبروا إن شاء الله. يا رب. أنا سعيدة جدًا وممتنة، ممتنة إن جات لي الفرصة النهارده في الحوار الجميل معاك ده، بس أنا مش هاقفل النهارده الحلقة، هاسيبك أنت اللي تقفلها في البراح. شكرًا ليكِ، وممتن إن أنتِ استضفتيني النهارده، والفكرة اللي اتبعتت لنا إن إحنا نعمل الinterview. وطبعًا أنا باشكر كل الناس اللي طلعت معايا في الحلقات، أميمة ونوران ومُعتز ومحمد ومروان وأحمد وإسلام وشهيرة. أنا باشكر كل الناس اللي كانوا موجودين معايا، لإن كل واحد فيهم أضاف لي، وكل واحد فيهم لمّا أنا خرجت من الحلقة اتعلمت منه حاجة. إمم. وباشكر طبعًا الناس اللي ساعدوني، المصوّر اللي كان بيصوّر معايا في الأول، وباشكر إسلام جدًا، لإن إسلام مرن جدًا معايا، وبيفهمني أنا ما باراجعش وراه مونتاج الحلقة، وإحنا وصلنا خلاص لمرحلة إن هو عارف أنا عاوز إيه، وبيعمل إيه، وبنخلّص إزاي، ويطلّع الحلقة بquality عامل إزاي. الأول كنت باقول له الكادر ده مش عاجبني، المزيكا دي مش عارف عالية، الوقت لأ أنا خلاص ما باراجعش وراه، لإن أنا عارف هو هيعمل الحاجة اللي أنا منتظرها منه، أنا باشكره وممتن ليه، وباشكر الناس اللي بتتفرّج علينا على إنستجرام وعلى يوتيوب وفيسبوك. وأي حد عنده أي حاجة ملاحظة، أي comment، أي حاجة عاوز يطوّرها، أي حاجة عاوزنا إن إحنا نعملها يبعت لنا على DM. والحمد لله إن إحنا موجودين النهارده، الحمد لله إن إحنا لسه عندنا نَفَس وقادرين نمشي وكويسين وبنضحك، شكرًا.